السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شو اخباركم؟ عساكم بخير وصحة وعافية. اصدقاء، اليوم رجعنا وياكم بفيديو جديد ومقطع جديد. اليوم من خلال هذا الفيديو راح نشرح ونعرف الطريقة اللي من خلالها نرسل عملات الدوج او اي عملات داخل محفظة تليجرام، من محفظة تليجرام الى محفظة تليجرام، او من صديق الى صديق، او من محفظة تليجرام الى منصة اوكي اكس، او منصة باينس. فحتى ما اطول عليكم، اتمنى شكو واحد يشاهدنا يحط لنا لايك للفيديو ويشترك بالقناه ويفعل جرس الاشعارات. بس خلينا نروح نشوف الفيديو. نعم اصدقاء، طبعا بعد ما نزلت عمله دوج، وهواي منكم ناس ساحبين على المحفظه مالتهم. بالنسبه للناس اللي ما عندهم محفظه تليجرام وما تظهر عندهم، فراح اخلي لهم طريقه او شرح طريقه شلون تسوون محفظه وشلون تظهر لكم بالوصف اسفل الفيديو. اوكي، فهسه اصدقائي خلينا نشوف ايش الطريقة اللي من خلالها نحول من محفظة تليجرام الى محفظة تليجرام. اوكي، يعني من صديق الى صديق داخل التليجرام. وبعدها راح نشوف شلون نحول من التليجرام الى منصة اوكي اكس او منصة باينس. تمام، فخلينا ندخل على المحفظة التليجرام مثل ما تشوفون. بعدها نجي هنا، بعدها نجي على المحفظة. طبعا هنا راح تطلع، اذا انت بالانجليزي تطلع لك والد، اذا انت بالعربي تطلع لك المحفظة. بالنسبة للناس اللي ما مسوين محفظة، راح اخلي لكم الشرح بالوصف اسفل الفيديو شلون تسوون محفظة وشلون تخلونها تظهر هنا. فنضغط على المحفظة وندخل ونشوف شنو راح تطلع لنا. مثل ما تشوفون اصدقائي، حاليا انا عندي بيها $30. بالنسبة للناس اللي سحبوا عملات مالتهم على محفظة التليجرام من بوت دوجز، راح يجون اول ما يدخلون بهذا المكان، يجون على هذا المكان هنا. بعدها تحت راح تشوفون عملة الدوجز مثل ما تشوفون. انا حاليا عندي 20,000 عملة، سعرهن $26. اوكي، فهاي العملة شلون احولها من حسابي الى حساب صديقي؟ كل اللي عليه اضغط هنا. طبعا هذا الشرح كل العملات، يعني مثلا هاي عملة تون اذا عندكم، او هذا الدولار، نفس الخطوات. اوكي، فهذه اضغط عليها، راح احولها من هذا حسابي الحساب مال التليجرام الثاني، او من صديق الى صديق. نضغط عليها، بعدها راح يظهر عندنا بهذا الشكل هذا الخيارات. هذا الخيار اللي هو ارسال. هذا الخيار اذا انت لو ضغطنا عليه، هذا تنطي الرابط تنطي الرابط هذا لصديقك وهو راح يرسل لك عليه. او اذا انت تريد تعبي داخل محفظة تليجرام، تنطيهم هذا الرابط مال عملة الدوجز. اوكي، هسه نرجع. لو ضغطنا هنا، اذا تريدون تضيفون عملة او هيك شيء مثل ما تشوفون، يعني تشترون من خلال اذا عندكم بطاقة مصرفية، او بي تو بي، يعني شلون اقول لكم، سوق من التداول، يعني من شخص الى شخص. اوكي، تشترون يعني عملة الدوكس. هسه نرجع هنا، عندنا اذا انت تريد تبدلها، لو ضغطنا هنا تبدل. مثلا هاي عندك عملة الدوكس، تبدلها الى مثلا يا عملة تريد مثلا عملة الدولار، او مثلا عملة الدوكس تحولها الى يا عملة. تضغط هنا وتحدد العملة اللي تريدها. هنا تضغط تحولها الى تون، تحولها الى بيتكوين، تحولها لنوت كوين، وهكذا. اوكي، فهذه همينة ما يهمنا. نرجع. هسه قلت لكم احنا عندنا هذين العملات نريد نرسلها لصديقنا. نضغط على كلمة سند او ارسال. بعدها راح يظهر عندكم بهذا الشكل اول خيار اللي هو تحويل من صديق الى صديق داخل التليجرام. اوكي، الخيار الثاني اللي هو تحويل من محفظة التليجرام الى منصة اخرى او محفظة اخرى خارج التليجرام. اوكي، الخيار الثالث اللي هو هذا تحول عملاتك لهذا المكان. اوكي، فمن هنا يعني هنا، او من هاي المحفظة هنا. اوكي، فخلينا ندخل على الدوكس، حولهن من صديق الى صديق، بعدين سند، بعدين نجي على اول وحدة لانه هو داخل التليجرام حسابه، فراح ارسل له من داخل التليجرام. اختار اول واحد، راح يطلع لي الاسماء. اقول لي اختار شنو الاسم اللي تريده من اصدقائك، او بالبحث نكتب اسم الشخص. خليني اكتب اسم الشخص بي. راح يطلع لنا اسم الشخص، نختاره، نتأكد من عنده. بعدها ننتظر شوية، راح يحولنا على المحفظة. مثل ما تشوفون هسه يقول لي تقدر تكتب هنا العملات ايش قد تريد تحول للشخص،
وهنا عدد العملات مالتك. اذا ضغطت هنا قبل راح كليتهن راح ترسلهن، فانت هنا تضغط وتحدد اذا تريد ترسل له كمية. مثلا ضغطنا الف، شوفوا الف، بعدين تدوسون سند. لو ضغطنا على سند هسه خلاص راحت للولد العملات مالتي. يعني كل سهلة وطريقة بسيطة، يعني حلوة اصلا. اوكي هسه نرجع. لو رحنا على الشخص اللي رسلنا له، مثل ما تشوفون هذا اجتي هنا بهذا الشكل. اذا تم تحويله ندخل على المحفظة حتى اعلمكم وين تلقونها. مثل ما تشوفون يقول لي استلمت الف من الدوق. اوكي نضغط هنا، مثل ما تشوفون نضغط هنا بعدين تحت. اي هذني وصلنا هنا بهذا المكان. اوكي لان انا حولت من محفظة الى محفظة. تمام. فهسه الطريقة الاخرى اصدقائي اللي من خلالها نحول من محفظة التليجرام الى منصة باينس او منصة اوكي اكس. فالطريقة نفسها هي وحدة. كل اللي عليكم تطبون على التليجرام، بعدين نطب على المحفظة كالعادة. طبينا على المحفظة مثل ما تشوفون الصفحة الرئيسية، بعدها نجي على عملة اللي نريد نرسلها، مثلا دوجز، نضغط عليها. ايضا ندوس ارسال. هسه انا اريد ارسل المنصة مو محفظة داخل التليجرام، لا منصة، فاختار هذه الخيار الثاني. مثل ما تشوفون هنا أنا راح يقول لي لازم تخلي الادريس عملة الدوجز. اوكي او الدايموند. فاحنا راح نخلي اللي هو الرابط منين نجيبه؟ ندخل على مثلا ندخل على الباينس. اوكي بعدها نجي على المحفظة او الاصول، بعدها ندوس ايداع. بعدها هنا نبحث عن العملة، نكتب عملة، شنو العملة اللي نريد نحولها؟ دوج. اذا عندك عملة تون تبحث عن تون، وهكذا. ندوس على عملة دوج، تأكدون منها. بعدها راح يطلع بهذا الشكل. طبعا هنا حاليا يقول لي مزدحم، يعني راح يتأخر، فطبيعي نضغط هنا، عادي تضغطون موافق. مثل ما تشوفون هذا الرابط اللي تاخذونه، وهذا ايضا همين تاخذونه. اوكي فهذا وهذا وين تخلونهن؟ هذا ننسخه وتحطونه هنا. اوكي هذه الطريقة على الباينس. هسه نجي على التليجرام المنصة اوكي اكس، نفس الطريقة ونفس الخطوات، يعني ماكو فرق. بس انا راح احولهن على اوكي اكس، فراح اطبقها لان انا ما اريد اودين على باينس. اوكي بعد ما دخلت على اوكي اكس اجي على الاصول او المحفظة، بعدها اجي شنو اسوي؟ ايداع، واضغط على ايداع. بعدها شنو يقول لي إيه؟ او اختار الخيار الاول ايداع العملات الرقمية. بعدها هنا بالبحث اكتب العملة، شنو العملة اللي نريد نحولها؟ نكتب دوجز، راح تطلع لنا بهذا الشكل. نضغط عليها، شوفوا يعني نفس الخطوات مال باينس، همينا نضغط هنا. اوكي هسه ندوس حسنا. مثل ما تشوفون همين اعطوني هذا الرابط وهذا الكومنت او التعليق، ضروري هذين الاثنيناتن تستخدمهن. وين تكتبن؟ هسه شوف، هسه ناخذ هذه الرابط، نجي على التليجرام. نجي على التليجرام اصدقائي، هنا نخلي الرابط مال المحفظة اللي نسخناه بهذا الشكل. مثل ما تشوفون راح يقول لي طلعت لي بهذا الشكل انه هذا موجودة. ادوس على كونكت. هنا أنا هسه اكتب العملات ايش قد انا اريد احول، كيفكم. اوكي فخليني ادوس واحد، ما قدر، لازم 19 19,225. مثل ما تشوفون هنا يقول لي انه انت لازم تحتاج رسوم حتى تسحب.
الرسوم اللي هي لازم 1600، فأنا راح أقلل. اوكي 1600 ندوس 18، خلينا نقلل 19 1225 ناقص 1600 17 و625. فخلينا أكتب 17625 17625. شوفوا هسه قبل. اوكي لانه ضروري جدا ياخذوا الرسوم. ندوس بعدها كونكت مثل ما تشوفون اصدقائي، نضغط هنا. بعدها راح يقول لي بهذا الشكل. هنا اضغط او اكتب اللي هو قولوا وياي الكومنت او التعليق، هذا الرقم. اوكي فضروري جدا. اوكي انسخه هسه احطه هنا. هذا موجود بالباينس والاوكي اكس، يعني نفس الخطوات، يعني كانما اعتبروا انا قاعد اسوي بالباينس. اوكي او بيانس. هذا الرسوم اللي راح ياخذونها 1600 راح يوصلني هالكثر 18 المجموع، يعني ويا الرسوم 18 والكثر. هذه مال السحب. ندوس هسه هنا كونفيرم او تأكيد. مثل ما تشوفون الحمد لله قال لي تم سحب 17 و225. ندوس دون او انهاء. هسه خلصنا هذه الطريقة. نروح على المحفظة الاوكي اكس او منصة اوكي اكس. فخلينا نشوف ايش قد يتأخر. صراحة هو احيانا يتأخر لانه حاليا اللود كلش قوي على شبكة التون وطريقة الارسال والتحويل، فيعني صايرة مذبحة. اوكي فمثل ما تشوفون حاليا ننتظر شو وقت توصل لنا. اعتقد اني ما اتاخر المفروض. كل اللي عليكم تدخلون على الاوكي اكس وخلاص. هسه نرجع ونخرج وتنتظرون فقط يجيكم اشعار انه تم تحويل العملات ووصلت بصحة وخير وسلامة. اوكي طبعا مثل ما تشوفون هسه احمل انتظر. نجي على الاصول ماكو اشعارات بعدها ما جاية. فالمهم أصدقائي هذا كل ما كان بالطريقة. بالنسبة للناس اللي حابين ويعرفون شلون يريدون يعرفون شلون طريقة التحويل، مثل ما تشوفون الحمد لله وصل الإشعار عملات رقمية استلمت 17 و225. أصدقائي هذه الطريقة أتمنى أي شخص شاهدنا يحط لنا لايك الفيديو، يشترك بالقناة ويفعل جرس الإشعارات. وأي شخص عنده عملات الدوجز أو أي عملات أو دولارات أو عملات إلكترونية داخل منصة أوكي إكس أو باينس أو حتى في التليجرام يتواصل معي وأنا أشتريهن مقابل رصيد أو تبديل نقاط سنتات. فإلى هنا نلتقي في الفيديو القادم.